قالوا ناس زمان يا مكسي بخيط الحرير رد بالك تضحك على حد فقير وتتغرب مالك اللي عطاك الخير أدرى بيك ويعرف حالك من بعد العز والغلاء يرخص شانك. أهلا وسهلا بكم حبيباتي، عدنا إليكم من جديد مع وصفة من وصفات بهجة المتنوعة. اليوم جبنا لكم شوربة فريك على أصولها. نحتاج في هذه الكيفية نحتاج نصف رطل اللحم، هذه الكمية ل5 أفراد، وإذا عندك أكثر في أفراد العائلة تاعك تقدري تزودي. نحتاج نصف مغرف ملح. أنا كنت جبت لكم هذه الوصفة في قناتي وراح نعاودها لكم. هنا عندي نعناع جاف يعطيها بنة رائعة، هذه شريبة رمضان مش كيما شريبة الفطار، تجي عندها نكهة خاصة. نحتاج 3 ملاعق زيت نباتي، لأن اللحم الغنمي يكون فيه شحم شوية بصح يجي بنين، لأن الشوربة بلا لحم غنمي ما تسماش شوربة. نحتاج قليلا من الثوم، هذا الثوم أنا كنت خدمته معكم في قناتي وخبيته وذكراني صبته. نحتاج هنا مقدار تاع حبة بصل نرحوها ونديروها في الشريبة. هنا راح نعطيكم نصيحة، قبل ما تحطوا البصل اللحم احرقوه مليح في الزيت مع النعناع باه يطلق البنة نتاعو، ومن بعد تضيفوا البصل. هذه طريقتي في طهي الشوربة. ندير مغرف طماطم، أرجوكم تجربوها وتشوفوا البنة كيفاش. هنا نديروا كزبر، الشوربة يلقلها الكزبر والتوابل تخليها من بعد ما تحرقي اللحم كما قلت لك. درت راس الحانوت ودرت مغرف كركم، وهنا ندير مكعب جامبو، انا نحب نطيب به يعطيها بنة رائعة. وهنا حبة طماطم بعد ما رحيتها. نغطيها حتى يطلقوا البنة مع بعض. ندير هنا الحميصة بعد ما نفختها وطيبتها. الرائحة راها رائعة، مع انك صايمة تشميها بطريقة اخرى. الشوربة ديرها في الفطار تجيك بنة، لكن في رمضان عندها بنة اخرى. هنا نضيفوا ماء لازم يكون مغلي، نضيف كمية قليلة ونخليهم يغلوا مع بعض حتى تطلق هذيك البنة كامل. هنا ما تمرقيش كامل في ضربة واحدة، تغطي عليها واحد 5 دقائق هكذاك ولا 10 دقائق. شوفوا هنايا حتى ينقص منها الماء شوية، وهنا تمرقي. أنا كنت غسلت هنا ندير خليط تاع تشيشة المرمز وفريك، واني غسلتهم ونشفتهم ودوكا نضيفهم مع الشوربة. انا هذا القدر نحب نطيب فيه الشوربة. كاين اللي يطيب في الكوكوط، كاين اللي يطيب، بصح هذه تعطيها بنة رائعة. بعد ما كملنا معاكم شوفوا الشوربة الله كيفاش جات، والريحة تاعها تشهيتكم في الجنة. وان شاء الله تكون عجبتكم هذه الطريقة تاعي تاع طهي الشوربة. ارجوكم تدعموني في قناتي بتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد. صح رمضانكم وصح فطوركم، وكل عام وحنا بخير. إلى اللقاء حبيباتي، إلى الوصفة القادمة مع وصفة من وصفات بهجة المتنوعة. إلى اللقاء حبيباتي، بصحتكم.